عسلامتكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير. شنو احوالكم؟ هاني جيتكم فيديو جديد باش نحضروا فيه مع بعضنا كسكسي بالقاروص يعمل 66 كيف. سورتو كي يبدا قاروص بحري، يعني مش قاروص مربي. نقصد المربي مش هكا متاع الكيجان، لا هذا قاروص بحري. ومن يديات ما الكسكسي طيبته لكم اما جا بنه على بنه، وقالت لي حب نشوف الكومنتات، نحب نشوف الجامات قداش باش يجيب الفيديو هذا من جامات. ما تحشمونيش عاد قدامها، راهي تستنى في جاماتكم. وكان عجبكم الفيديو قولوا لي واعطوني رايكم في الكومنتات. الحاصل توا اول حاجه باش نعملوها، خذينا المقفول متاعنا وحاطين كمية كاس زيت نباتي باش نقليو فيه كمية الفلفل زاد راهو بلدي، هذاك علاش حطينا الكمية ديك الكل على خاطر في الدار بطبيعتنا نحبوا الفلفل. بالنسبة للكمية حطوا قد أفراد عائلتكم وكيف ما تحبوا، يعني حتى 5 جرام فلفل راي تكفي. بعد ما كملنا قلينا كمية الفلفل وخرجناها باش نقليه بصلة. البصل هذاك زاد البصل الربعي مش البصل الروس. حتى البصل الروس راهو يفي بالغرض، لكن البصل هذا أبن. ومن بعد باش ناخدو تقريبا 5 ولا 6 سنون ثوم، ومعاهم غير ملح صغيرة وباش نهرسوهم في المهراس. وتوا حضرت لكم ما كمية الخضرة والمقادير الكل باش تشوفوا شنو هي حضرت بالضبط وشنو باش تحط. لهنا عندها تقريبا 4 ولا 5 كعبات طماطم، يعني طماطم حي نقصد، و3 ملاعق طماطم كونسونتري، طماطم الحكة، ومغرفة صغيرة كمون كيف ما تشوفوا، وكمية الثوم اللي هرستها، وعنا القراع والسفناريا والبصل الربعي والفلفل بطبيعة ديجا قليناه. وهذه هي كمية الكسكسي اللي هي ما يقارب تقريبا كيلو كسكسي بالنسبة للمقادير هذا من الكل. وحطت عليهم خوية زيت زيتونة باش بثبثهم بشوية ماء بالطريقة ذيك كيف ما تشوفوا. وكان الكسكسي متاعكم يعني متاع العولة ما تحطوش فيه ملح، كان الكسكسي نتاعكم نتاع الشارع ما فيها باس حطوا فيه قرصة ملح، وقت اللي نتوما تجيو تبثبثوا فيه بالطريقة ذيك. وتوا بعد ما قلينا البصلة باش نضيفوا عليها كمية الطماطم اللي هي كيف ما قلت لكم تقريبا 4 ولا 3 كعبات طماطم حيين برشتهم برشان، و3 ملاعق طماطم كونسونتري، يعني طماطم معجونة. وباش تخليهم يتقلاو ويتمرجوا بالكدا بالكدا باش تغطيهم وتخليهم يتمرجوا في عقلهم. وفي المرحلة هذه بعد ما قلينا كمية الطماطم عادة ما ديما تضيف كمية الفلفل اللي قليناهم، تضيفها للصوص هذه وتقليهم مع بعضهم، وبعد تخرجهم الفازة هذه نقولوا لها التقلية. اما المرة هذه ما عملتش عادي، تنجموا تعملوها تنجموا ما تعملوهاش، اما كي تعملوها راهي تزيد في البنة شطر. وبعد ما تقلت الصوص بالكدا تكمل تضيف عليهم 2 ملاعق فلفل احمر. راهو فلفل احمر يعني فلفل العولة مش فلفل زينة متاع الشارع. ومن بعد باش تكمل تضيف عليهم كمية الثوم ومغرفة الكمون، وتخليهم يتمرجوا زيادة مع بعضهم، وتمرق بشوية ماء سخونة، مش برشا، نمرقوا شوية بركة ونخليوهم يزيدوا يتمروجوا شوية، يعني يزيدوا يهزوا غلوة أخرى. ووقتها نضيفوا كمية الخضرة. ومن بعد ما نضيفوا كمية الخضرة الكل اللي هما القرع والسفناريا والبصل. بالنسبة للسفناريا تنجموا تستغناو عليها راهو، والبطاطا زاد نسيت ما قلت لكمش على البطاطا. ومن بعد نمرقوا الماء، ما نمرقوش برشا، راهو جست من غمو الخضرة متاعنا باش ما تجيناش المرقة يعني تجيكم معدلة وتجيكم في حقها. ما تمرقوهاش برشا باش هي خاطر الخضرة ما فيهاش روح والحوت ما فيهوش روح، يعني كان باش تمرقوه برشا باش تجيكم ميها برشا الصوص. كان باش تخليوها ناقصة سقا باش تجيكم عاقدة برشا. وهو الكسكسي بالحوت مرقته ديما تجي ماهيش عاقدة، يعني تجي خفيفة شوية ولكن ماهيش خفيفة على الاخر. يعني هكم تو تشوفوا في بقية الفيديو تو تفهموني شنو نقصد بالضبط. بعد ما مرقنا كمية الخضرة لهنا نسيت ما حطيتش مغرفة كركم، هكا ضفتها توا في الاخر. وباش نحطوا الكسكسي متاعنا يفور في عقل عقله ولوطون للكسكسي يفور، باش نمشيو ننظفوا كعبة الحوت متاعنا، هذه كعبة القاروس باش تنظفها، وهي تنظيفها صعيب شوية الحقيقة على خاطر اكل الزعانف متاعها هذوك يجرحوا ويدقوا في اليدين. ديما نحاولوا نوسعوا بالنا وراهي تتقشر وماهيش صعيبة، يعني جست بحذر معناه.
نقشروا لها القشور متاعها ذوك البرانين الكل، ومن بعد نحيو لها اكل الزعانف الكل من الجناب الزوز يعني، باش نقصوا لها الذيله متاعها، بعد تشق لها كرشها، تخرج لها اكل المصارن الزايدين الكل. ان شاء الله يكون الفيديو واضح، واللي عنده اي سؤال والا اي استفسار يحب يقوله لي قولوا لي في الكومنتات باذن الله نجاوبكم. ومن بعد باش تقصها قطيعات قطيعات على حسب افراد عائلتكم. وهكا قاروستنا كملنا قشرناها وغسلناها بالكدا وحطيناها في بلا اكوتي لو طون اللي باش نرميوها في المرق. من بعد ما فور الكسكسي بالكدا بالكدا وعمت التفويره هذه التفويره الاولى، باش نهبطوه للتفويره الثانيه وجست باش نطبخوه بشويه ماء باش يعني يطرى الكسكسي ويكون طايب بالكدا بالكدا. شوفوا مرقتنا كيفاش معدله وفي حقها ما شاء الله. على قد ما نحكيكم على ريحة الكسكسي وبنته باقي شوية وما وصفت لكم، مش مكملتش حكيت لكم. بالحق بنا يعطيها الصحة ما وربي يبارك لها في يدياتها. نبداو نتشهاو في الحاجة من يديها كي نبداو مروحين، يما هاك الحاجة يما هاك الحاجة يما نحبوا كذا نحبوا كل شيء من يديك. وهي الحقيقة تبدا هكا حدها معانا. ربي يفضلكم أمهاتكم الكل ويرحم كل أم متوفية. على قد ما نجربوا الوصفة ونجربوا الطريقة بالتفصيلة، يعني على طريقتها هي، وما تجيش نفس البنة اللي يعني اللي في دار بابا واللي في دين ما سبحان الله. الحاصل توا الكسكسي متاعنا هكاكا مرقته، يعني جست مش مرقته باش بس بسته شويه باش يطرى الكسكسي وباش ترجعوا يفور. هذه التفويره الثانيه، وفي نفس الوقت تتفقدك القراع والبطاطا كان طابو تخرجهم باش ما يتهراوش في وسط المرق. في المرحلة هذه قبل ما ترجع الكسكسي يفور للتفويرة الثانية، تحط قطيعات الحوت يطيبوا، وهكاكا لو طون اللي الكسكسي يكمل فور اذا بهم الحوتات طابوا هكاك، على خاطر الحوت بطبيعته ما فيهوش روح. هذه التفويرة الثانية كيف ما قلت لكم باش تخلي الكسكسي يفور. ديجا هي ما تاخذش برشا وقت، من با يعني درجين اذا به الكسكسي يفور والحوت ديجا يبدا يكون طايب. توا سي بعد ما فور الكسكسي نحاتو على شيرة وخذات شقالة واسعة باش تسقي فيها، على خاطر الشقالة اللي الأولى صغيرة ما تنجمش تدور فيها الكسكسي كيف ما تحب هي. وباش تنحي قطيعات الحوت تحطها في صحن على شيرة، وباش تسقي الكسكسي بريسك سي حضر ديجا. وهذه الكسكسي متاعنا بعد ما تسقى ومورو واضحة بريسك سي حاضر، جاء في حقه شارب سقاه ومورو على العال. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، وما تنساوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وكان انتم زادا تختلفوا في طريقة اخرى وعندكم ريسيت اخرى كيفاش طيبوا الكسكسي ميسالش ما فيها باس قولوا لي في الكومنتات. توا ساي حاطين الكسكسي متاعنا في صحن التقديم، وباش نزينوه بالخضره من الفوق وبقرينات الفلفل وقطيعات الحوت، ونودكم ومن شهيكم وتاكلوا صحه وبشفاء ان شاء الله. توا هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نقولكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وبسلامه.